مش قادرة انطقها. بس أيوة، جوزي نام في حضن أمي. أنا اللي كنت بفكرهم أهلي، طلعت آخر واحدة يعرفوا عنها حاجة. كنت سايبة قلبي في إيديهم، وهما كانوا بيقطعوه وبيضحكوا عليا. اللي هتحسوه دلوقتي مش وجع، اللي هتحسوه خيانة بصوت بنت اتدفنت وهي لسه بتتنفس. أنا ما كنتش فاهمة حاجة، هل ده كابوس ولا أنا فعلا سمعت الكلمة دي؟ جوزي قالها صريحة كده: أنا مش قادر أبعد عن أمك. أيوة، أمي، الست اللي ربتني، اللي كنت برجع أعيط في حضنها من أقل وجع، بقت هي الوجع كله، بقت هي اللي خدته مني. أنا اسمي مي، عندي 28 سنة. لو عايز تعرف أنا عملت إيه، كمل القصة للنهاية. متجوزة بقالي 3 سنين. جوزي كان حب حياتي من أيام الجامعة. اتعرفنا في حفلة، ضحكته كانت بتخطفني، وكل يوم كنا بنتعلق ببعض أكتر. وأهلي وافقوا عليه بسرعة، خصوصا أمي اللي كانت بتقوله من أول مقابلة: يا ابني. وبصراحة وقتها كنت بفرح، أهو لقى حب مننا احنا الاتنين. عدت السنة الأولى من جوازنا، كانت أجمل سنة في حياتي. كل حاجة فيها حب، تفاهم، وكنا بنخطط إن احنا نخلف قريب. بس بابا توفى فجأة، والدنيا اتهزت عند ماما، فقررت إنها تيجي تقعد معانا شوية لحد ما حالتها تتحسن. وقتها قلت لنفسي: ده الطبيعي، ماما محتاجة حضن بنتها، وأنا لازم أبقى جنبها. لكن اللي ما كنتش متخيلاه إن حضن بنتها ما كانش كفاية ليها. أول أسبوع كانت مكسورة وحزينة، لكن بعد شوية بدأت تضحك تاني، بدأت تهتم بنفسها قوي، تلبس، تحط ميك اب، تبص في المراية كتير. وكنت مبسوطة إنها بدأت تتجاوز الحزن ده. بس بدأت ألاحظ نظرات جوزي ليها، كانت نظرات غريبة جدا، مش اللي أنا متعوداها. كان ساعات بيبصلها كأنه مش واخد باله إن أنا موجودة. كنت بقول يمكن دماغي بتلعب بيا، بس بصراحة قلبي ما كانش مرتاح. وفي مرة كنت راجعة بدري من الشغل، دخلت الشقة بهدوء وسمعت ضحك، كان ضحك صوت عالي قوي. قربت من الأوضة ولقيتهم قاعدين، هو بيضحك على حاجة هي قالتها، وهي كانت حاطة ايديها على دراعه. فضلت واقفة مش مصدقة، بس أول ما شافوني اتوتروا وقالوا إن هما بيهزروا. قلت لنفسي يمكن أنا فعلا ببالغ. بس من اليوم ده كل حاجة اختلفت. جوزي بقى بارد معايا قوي، وأمي بقت بتدافع عنه حتى لما يغلط، وتنتقدني على أي حاجة بعملها. وفي مرة وأنا بقلب في موبايله لقيت رسالة مكتوب فيها: مشتاقلك، نفسي أشوفك، من غير ما نحس بتأنيب ضمير. ولقيت ماما هي اللي بعتاها. قلبي وقع، ايدي كانت بتترعش، عيني بتدمع. رحت لماما ووريتها الرسالة، سكتت، وبعدها قالت لي بكل برود: كل واحد فينا بيحتاج حد يحس بيه، يمكن جوزك لقى عندي اللي مفتقده عندك. صرخت فيها بصوت عالي: ده جوزي، انا بنتك. قالت لي بمنتهى البرود: وانا ست قبل ما اكون امك. رحت لجوزي، قال لي: انا لقيتها حنينة ومهتمة بيا وفاهمة دماغي، وان انا اتغيرت بعد الجواز، بقيت عصبية ومش مهتمية بيه. طب انا مش كنت شايلة مسؤولية بيتي وشغلي وامي اللي كانت مكسورة؟ دي خيانة، خيانة من اقرب 2 في حياتي. حاولوا يخلوني اتقبل الوضع ده، قالولي انفصلي ونفضل كلنا عيلة واحدة. ضحكوا عليا كأنهم بياخدوا مني حقي وبيطلبوا اني عادي واسامح. سبت البيت ومشيت، بس وجعي فضل جوايا ممشيش. كل يوم كنت بصحى على كابوس جديد، وانا بتخيلهم قاعدين مكاني بيعيشوا اللي كنت انا بحلم بيه. بس كان لازم اقوم، كان لازم افوق نفسي. دخلت في مرحلة اكتئاب، بس قررت ابدأ من جديد. اشتغلت، نجحت، كبرت شغلي،
عرفت ناس جديدة، بس جوايا دايما في حتة مكسورة، حتة عمرها ما هتتصلح أبدا. بعد سنة عرفت إن هما برضو لسه مع بعض، وبيقابلوا بعض في الشقة اللي أنا كنت متجوزة فيها. لكن ربنا ما بينساش حد. بعد شهور وصلت لي أخبار إن في مشاكل بينهم، إن هو بقى بيشك فيها وبيغير عليها من شباب صغيرين، وهي كمان حست بالندم عشان خدت حاجة مش من حقها، وفي الآخر سابها وبعد عنها. بس أنا عمري ما نسيت، واللي اتكسر جوايا عمره ما بيتصلح. في حاجات كتير في الحياة لما بتتكسر ما بترجعش زي الأول أبدا، والخيانة لما بتيجي من أقرب الناس بتعمل جرح كبير قوي. مستنية أسمع رأيكم في التعليقات. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.